السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك، عواشركم مبروكة. كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، طول العمر والصحة والرزق وجميع المتمنيات. مرحبا بكم اليوم معايا فيديو جديد. مرحبا بيا عندكم. شارك معكم واحد سمكة ديال الميرلا معمرة، نديرها في الفران. كنتمنى يا ربي دائما تكون خفيفة ظريفة على قلوبكم. وما تنسوش تدعموني بلي لايك ديالكم، بارطاج مع الاهل والاحباب. راه بالدعم ديالكم باش حنا كنستمروا ونزيدوا للقدام. وشكرا لكم على التعليق الزوينه ديالكم. انا عندي واحد السمكه ديال الميرلا، عندي بصله مشلضه، حبه ديال الخيزويه محكوكه غليظه، عندي الزيتون مقطع خضر، عندي شامبينيون، عندي الكروفيت، عندي طريف الحامض مصير، عندي قزبر ومعدنوس وثومه وعصير حامض، وعندي شعريه فيرميسيل. هذا كل ما نحتاجه اليوم في الطبق ديال اليوم. عندي واحد السمكه ديال الميرلا بطبيعه الحال تكون مفتوحه من ظهرها. وهنا عندي شرموله اللي غادي نشرمل بها. اول حاجه الحوته، عندي الكمون، شويه ديال الهريسه، شويه ديال الفلفله حمراء، وقليل قليل من الابزار الاسود، من الفلفل الاسود. هريسه، فلفله حمراء، كمون، قليل من الابزار. غنضيف عليها القزبر ومعدنوس مطحون مع الثومه وعصير الحامضه. وغادي نشرب بها الحوته ديالنا هي الاولى، باش تجينا شربانه شرموله وبنينه وما تجيناش باسله. اللي كيجي الحوت باسل دائما بقى يشرملو بالهريسه، يسبق له الهريسه هي الاولى باش كتدخل له في داك الاحشاء ديالو، كيشربها وكيجي بنين. من كما كتشوف درت فلفله حمراء، الهريسه، القليل فقط من الفلفل الاسود والكمون. وهنا ضفت القزبر ومعدنوس عندي مطحونين، الثوم والقزبر والمعدنوس وعصير حامضه. غادي نخلطهم مع بعضياتهم وغادي نشرمل بهم داك الميرله. نشرملها مزيان نفلحها من ظهرها. ولا بغيتو تعمروها من الاحسن ملي تبشريو الحوت ديالكم اللي يصوب لكم الحوت يقولوا يفتحها لكم بالظهر ديالها، ماشي من الكرشه، بالظهر ديالها كتجي معمره احسن. بسم الله على بركه الله. هنا كما كتشوفوا منقيه مغسوله. غادي نشرملها ونخليها تشرب شرموله، وندوز عاد نطيب داك الحشوه اللي غادي نعمرها بها. هانتوما كتشوفوا معايا غادي نشرب لها مزيان ونخليها تشرب داك الشريمله، ما نزربش عليها، نخليها شي ربع ساعه. كل ما خليتوها تشرب شرموله كتجي مزيانه. وهنا ما تكثروش الملح، لان غادي نستعمل واحد الضمه ديال ضمد الحوت. كيف ما كتعرفوا ضمد الحوت كتكون مالحه، ما تكثروش الملح في شرموله. انا خليتها هنايا كيف ما كتشوفوا معايا انا شرملتها. راني كنصور غير بيدي، قبلوا لي على التصوير ديالي كنصور غير بيد ونخدم معكم بيد. آه كنخليها على جنب وكنمشي كنشحر داك الحبه د البصله وحبه ديال الجزر او خيزويه، وكندير عليها قليل من زيت الزيتون، نخليها تشحر على بوطه مهيله باش ما تحرقناش داك البصيله ديالنا. نخليوها تدبل. هاد الحشوه كتجي رائعه، صدقوني جربوها. انا كتعجبني بزاف هاد الحشوه، كتجي بنينه بزاف. انا متاكده الا جربتوها غادي تعجبكم بزاف. انا اللي صوبت له هاد الحشوه وكلاها وذاقها كتعجبو بزاف. راها كتجي بنينه. حبه الجزر محكوكه غليظه من الجهه الغليظه، وحبه البصله مشلضه رقيقه، وكنشحروها على مهل. ومن بعد عاد كنضيفوا لها حتى هي القليل من القزبر والمعدنوس مطحونين، ضريس الثومه. هنا كنضيف واحد شويه ديال الكمون وشويش ديال الفلفله حمراء، القليل فقط، ما كنكثرش انا في الحمراء، يعني ما كتعجبنيش بزاف نكثر فيها، لان كتعطينا غير اللون. ما كثرت منها ما كتضيع لنا الطياب ديالنا. كندير القليل، انا عندي القرعه ما بغاش كنضيف هنايا حتى القزبر ومعدنوس والثومه. يعني القزبر والثومه كنت موجداه، يعني داقه او طحناه وفرقته اجزاء. كل شويه كل حاجه كناخذ لها شويه من الربع، كنضيف لها من داك الربع. والقليل من الملحه، ما تكثروش الملحه. لا ديروا كنور ديال الحوت او ضمد الحوت راه هي مالحه كيف ما كتعرفوا، ما تكثروش الملحه، ديروا القليل فقط. مع داك ضمد الحوت راه كتجي هذيك. كنخلط هنايا الحشوه ديالي كنشوفها طابت
عاد كنبقى نضيف عليها شامبينيون او الفطر معلب، هو اللي استعملت انا. الكروفيت، كندير الكروفيت وما نطيبوش بزاف، لان طيبته بزاف كيقصح. غير شي 5 ديال الدقائق تشحروه مع داك حبة البصلة وحبة الجزر كيف ما كتشوفوا. انا نتوما كتشوفوا حتى طابت داك حبة الجزر والبصلة، عاد ضفت عليهم داك شويه ديال الكروفيت، من بعد نضيف عليهم الفطر معلب، ومن بعد نضيف عليها شعريه فيرميستين بطبيعه الحال اللي كتكون مرقده يعني في الماء سخون، ومستيها وقطعتها طريفات نضيفها تاهي عليهم، والزيتون مقطع. وانتم لكم الاختيار، ولكن الحشوه الرئيسيه والاساسيه اللي كتجي بها بنينه داك الحبه الجزر وحبه البصله اللي مشحرين وكيعطيونا واحد المذاق زوين مع بعضياتهم. حتى هاد الحشوه يمكن لكم تعمروا بها بسيطلات صغار، يمكن لكم تعمروا بها حوته كبيره، كتجي من ألذ ما يكون. صدقوني غير جربوها وتاكلوها بعينيكم مغمضين، هاد الحشوه كتجي رائعه. انا ضفت الزيتون مقطع، دابا غيبقى لي غير نضيف داك الفيرميستيل، شعريه فيرميستيل تشرب داك الشرموله، وغادي نطفي البوطه. ما عنديش نطيب انا الفيرميستيل، يعني غير تشرب داك الشريمله وداك الا كاين شي زويته. نتوما كتشوفوا معايا ما درتش الزيت بزاف، غير القليل فقط. كنضيف هنا الفيرميستيل ديالي، شعريه فيرميستيل، كنخلطها مزيان تشرب داك الشرموله وداك لاصوص اللي كيبقى لنا تما. كنشربها مزيان باش تجينا بنينه، ما طيبوهاش بزاف. انا ناقصه البوطه هنايا لاخر درجه، انا غير كنشرب هذاك لاصوص اللي في باش تجي حتى هي بنينه. كيف ما قلت لكم غير قبل على التصوير كنصور غير بيد وتنخدم بيد. وهنايا كنضيف القليل من القزبر مطحون، يعني قزبر بودره درتو حتى يعني باش ما يتحرقش وكيبقى منسم. القليل فقط، رشه قليله، شي راس المعلقه صغيره، كيجي منسم حتى هو، كيجي المذاق ديالو متواتي مع تعمير هاد الحوت. وصافي دابا رانا كنطفي البوطه، وكنبقى حتى كنقلب داك الشعريه مع داك الحشوه حتى كنشوفها تشربت داك الشعريه مزيان، وصافي كنمشي نعمرو بها السمكه ديالنا. وضفت نيتي واحد يعني ضامه وحده د الحوت، قسمتها طريفات ضفتها هنايا راني نسيتها في الاول ما ضفتهاش، يعني التالي عاد ضفتها. نتوما يمكن لكم تضيفوها في الاول ولا في التالي اللي بغيتو، يعني ما الوقت اللي درتو فيها راه مزيانه. صافي الحوته ديالي راه هنايا كتكون شربت شرموله، كنمشي نفتحها على ظهرها وكنعمرها. هنا عاوتاني عندي شرموله اللي غادي نخلط فيها لاصوص. كنضيف عليها واحد الطريف د الحامض مصير، يعني ما بغيتش نطيبه مع الحشوه باش المذاق ديالو ما يضيعش، يبقى زوين. قطعت واحد الطريف هناياتي وصافي كنعمر به الحوته. كيف ما كتشوفوا راه مفتوحه من الجهه ديال الظهر، من الاحسن انها تعمروا الحوته فتحوها من الجهه ديال الظهر، ما تفتحوهاش مكاشها باش كتجي معمره، باش التعميره تقدكم فيها وكتجي من الاحسن والافضل. صافي كنعمرها هنايا مزيان. بغيتو تشدوها بكيردون ديال السنان، داك العويدات ديال الطبخ، بغيتو تخليوها مفتوحه خليوها. انا هنا نخليها غير مفتوحه، نحشيها غير في اللاطا ودي نعمرها، غادي طيب هكاك مفتوحه تجي زوينه.
وبغيتو طيبوها هكا بوحدها غير بلا صوص طيبوها راه كتجي زوينه. بغيتو تزيدو معاها شي حبه ديال البطاطا او الفلفله راه كتجي حتى هي مواتيه معاها. انا هنايا غادي ندير معاها واحد الحبه ديال البطاطا وفلفله خضراء ولاصوص. لاصوص هي اللي عباره عن لاصوص طوماط مع الثومه والقزبر ومعدنوس اللي طحنت في الاول كيف ما قلت لكم. يعني خلي داك القزبر فرقته على اجزاء، شرملت منه الحوته، درت شويه في التعميره وشويه درتو في لاصوص الطوماط. صافي هنا كنعمر الحوته ديالي وغادي ندوز ناخذ اللاطه اللي غادي نديرها فيها ندخلها للفرن. هانتوما كما كتشوفوا كتجي عامره من الدار حسن. يمكن لكم نتوما هنا تشدوها بداك الكيردون او داك العويدات ديال الطبخ طوالين، لا الكيردون ديال السنان حتى هو شدوها بيه راه كتشد. بغيتو تخليوها هكا خليوها راه يعني ما كضرش كتجي مزيانه. صافي هنايا غادي ناخذ اللاطه اللي غادي ندخل الفران، غنقطع فيها واحد الحبه ديال البطاطس، نفرش لها شي حبه ديال البطاطا باش الحوته ديالنا ملي يطلق لنا داك لاصوص ديالها وداك الليدام تجي شاربه لنا داك الحبه ديال البطاطا. وانتم كتشوفوا معايا البطاطا كنقطعها رقيقه لان ما غاديش نسلقها، غادي نخليها هكاك خضره طيب. راه هادي طيب ما كنسلقهاش، كنقطعها غير رقيقه ونفرشها. يمكن لكم ديروا حتى البصله معاها دواور. انا درت حبه البطاطا وحبه ديال الفلفله فقط. انا نتوما كنشوف كنزيد نتاكد كنشوف الحبه اللي مازال غليظه كنزيد نرققها باش هكا كتساعدني في الطيب وهي كطيب. صافي فرش داك الحبه ديال البطاطا ووضعت عليها الحوته اللي عمرت. صافي وغادي ندير في الجنيبات حبه ديال الفلفله حتى هي نقطعها دوائر تكون رقيقه، وغنديرها حتى هي معها في الجنيب في الجنب ديال الحوته. وهنايا كناخذ لاصوص ديال الطوماط اللي فيها قزبور ومعدنوس، طريف ديال ضماد ديال الحوت، شويه ديال الفلفله حمراء، شويه د الكمون. وهنا عندي حبه د مطيشه طريه محكوكه، وهنا عندي واحد المعلقه صغيره ديال الطماطم مركزه خلطتهم. غادي نخلطهم مزيان وغادي نكبهم على داك الحوته ديالنا وصافي. وغادي نغطيوها بشي بابي المونيوم وندخلوها الفران طيب وتاكلوها بالصحه والهنا ان شاء الله. صافي هذه هي الطريقه اللي كان المعتمده عندي اللي كنطيب بها الحوت في الفران، كتجي من ألذ ما يكون. صدقوني جربوا هذه الطريقه وجربوا هذه الوصفه، كتجي رائعه المذاق، ما تسخاوش تحيدوهم فمكم. صافي هكا يعني اللاطه ديال الحوت ديالنا كتجي طايبه ناشفه. صافي كندير داك لاصوص كنكبها على داك الجنيبات ديال الحوته باش تشربوا لنا داك الخضيره. لاطه الحوت ديالنا كتجي ناشفه واقفه يعني ما فيهاش. وما ديروش الماء، يعني غير داك البطاطا وداك الفلفل غادي تطلق الماء ديالها، غادي طيب في داك الماء ديالها اللي غادي تطلق كتجي معلكه وبنينه ومقليه كتجي زوينه. انا درت داك حبه الفلفله كما كتشوفوا مع الجناب. صافي دابا غادي نخوي عليها داك لاصوص. هي ملي تبقى طيب بشويه بشويه داك لاصوص كيهبط لتحت حتى كتشربوا داك حبه ديال البطاطا والفلفله. يمكن لكم ديروا حتى حبه ديال المطيشه مقطعه دوائر او حب وطريفه د الحامض. ويمكن لكم نتوما ليكم الاختيار باش ما بغيتو تزوقوها. هذا هو الطبق لي اليوم. كنتمنى يا ربي نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، وما تنساوش تدعموني باللي لايك ديالكم بالبارطاج مع الاهل والاحباب. وهالحوته ديالنا في الطابط زينتها انا بالحامض. كنتمنى يا ربي دائما يكون خفيفه ظريفه على قلوبكم وبسلامه عليكم. والله يخلينا ويخليكم. الى اللقاء، الى فيديو جديد، وصفه جديده ان شاء الله. بسلامه عليكم.